الله يكون في عون المشجعين بتوع السيارات الامريكي دول، زمان جالهم مرض المعيز بعد ده 85. انا حسيت قبلكم يا جماعه، نحن السابقون وانتم اللاحقون. انا يوميها يوم ما الولد ده برضه جاب فينا الجون جالي مرض الالمونيا. بس هو ده بص، ده مش حظ عموما والله. ايه اللي وداكوا يم دول الناس بتبعد عنهم. انتوا عاملين انكم يعني فوعليه بتوع امريكا، ما لقيتوش الا الصراصير وراح لهم. يا ابني ده الناس بتبعد عنهم، الناس بتشوفهم جايين من الشارع بيلفوا من الشارع التاني. ايه اللي وداك يمتهم؟ الله يخرب بيوتكم يا بتوع امريكا، الله يخرب بيوتكم. ده راحوا يلعبوا ريال مدريد في يابا لعبوا الريال ولعبوا اي حد يابا انتوا عايزينه. انتوا يابا على المريخ على النعمه، ما حد حملكم. احنا هنا عايزين نأيد وجايبين شويه صفقات من على القنطره ومش عارفين نأيدهم. انما انتوا فين بقى؟ انتوا فوق يابا، انتوا في زحل، انتوا بتطيروا. ريال مدريد هتلعبوا ريال مدريد؟ اقعدوا قولوا لي اصل بيكسبوا حظ. لا مفيش حظ، في فريق واقف على رجليه، في مدير كوره قوي، في لاعب مالوش جنيه عندهم، في رئيس نادي مسافر معاهم. كل عوامل النجاح يا باشا هم عندهم، كل عوامل النجاح متاحه لهم ومحدش بيعملها لهم، هم اللي بيعملوها. عشان كلامي ما يتفهمش غلط، يقول لك اصل في ناس بتطبطب على لا يابا. الناس دي موفره لنفسها عوامل النجاح. هو رايح ينجح، ملوش دعوه باي حاجه تاني، ملوش دعوه بخناقات، ملوش دعوه بجعجعه، ملوش دعوه بمشاكل. هو رايح عشان يكسب. ده هيلعبوا نص نهائي، انت عايز ايه تاني؟ هيلعبوا نص نهائي، هيلعبوا ريال مدريد. الاهلي رايح يلعب نص النهائي يا ناس، هيلعب مين؟ هيلعب ريال مدريد. الله، قول لي حظ بقى. بطل اوكيانوسا مش نافع، بطل البرسيم مش نافع، راحوا جابوا له فريق من امريكا مش نافع. هو انتوا ايه مفيش حل معاكم؟ لا انتوا بجد والله ما حلكم ايه يعني؟ انا عايز اقول لكم يعني انتوا تقولوا لي انتوا حلكم ايه؟ انتوا عليا النعمه كده عديتوا حدود الكوره يا جماعه. والله عديتوا حدود الكوره، اقسم بالله. انتوا ما في حد في الدنيا قدكم يابا. انتوا قد العالم كله. انتوا الاخضر واليابس بتاعكم، والله الاخضر واليابس ده. انتوا الفرق قدامكم اي فرقه بتنزلوا تلعبوها بتبقى عامله زي طابونه العيش. عارفين ريال مدريد ومن الاهلي ده بيبقى عامل ازاي؟ وربنا كأن الاهلي بيلعب الالومنيوم. انا قلت كأن الاهلي بيلعب غزل شبين. هتشوفهم يومين والله العظيم ممكن تضبش معاهم ماتش ريال مدريد ده وهم جايبين جون وعادي يناموا عليه وتلاقي الماتش خلص والف مبروك وهتلاقي احضان. وبص مش هتحس بالصدمه الا بعديها. انتوا مش هتحسوا بالصدمه الا بعديها. دول ماشيين في مكان غير الناس والله العظيم. ثلاثه دول المفروض يتلقبهم بالزرازير او وعد الله. ده عبد الملك زرزور اللي معاهم ده، الله يخرب بيته جابوه منين؟ كولر ده جابوه منين؟ عايز افهم. ده الراجل عمال يطلع في ثلاثه وينزل في ثلاثه. لا ولسه معاه الدكه، لسه معاه الدكه. ده جيل ابو تريكه والناس دي ما كانوش كده والله، ما كانوا زي العيال دي. ده العيال دي عماله تحقق في انجازات ومحدش يعني دماغه معاهم. لا ده الجيل ده شكله مع الاهلي هيعدي الحدود والله وعهد الله. ما حد قادرهم، اقسم بالله ما حد قادرهم. الله يكون في عون الدوري المصري، وما لهم حق يا جماعه. الناس دي منفضه الدوري المصري كله، والمصحف منفضه الدوري المصري. وبعدين ما تبقاش باكس، يعني ما تبقاش زملكاوي باكس وتقول له اصل انتوا بتلعبوا فرقه ضعيفه. ما هيقول لك انا فقعك ثلاثه، هتقول له ايه؟ انت هترد عليه تقول له ايه؟ يا عم اسكت دلوقتي، حط دخل في بقك حله واسكت، حط بق اقفل في بقك حله كده ولا جزمه حطها في بقك واسكت عشان ما تجيبش لنفسك كلام. والله العظيم هيهلفتوك. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واستنوني في حلقات جايه كتير.